بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل بيتزا المستعجلين. مقاديرها سهله وبسيطه. نبدا على بركه الله. اولا هنجيب نص كيلو من الدقيق، هنحط عليه معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره. طبعا الخميره دي خلاص طالما انا اتاكدت منها فمش لازم اعمل لها اختبار. مش متاكده من خميرتك اعملي لها اختبار بره كده اهوت عشان ما تبوظيش الدنيا. هنحط كمان حبه ملح بسيطه، وهنحط دي اختياري حبه البركه وينسون، ده اختيار. هنقلب المواد الجافه كده مع بعضيها، وده كمان معلقه خل عشان خاطر بيخلي العجينه كده خفيفه وهشه، وحبه زيت يعني اقل من ربع ازازه زيت، ربع كوبايه زيت. هنحط الميه الدافيه وهنقلب. احنا مش هنعملها عجينه ناشفه، هنعملها عجينه يعني لينه الى حد ما. كل ما العجينه بقت لينه كل ما بقت طريه اكتر بعد ما تستوي في العيش او في البيتزا او في اي حاجه، بتبقى حلوه خالص. دي بيتزا المستعجلين. كنت قاعده وقال لي يا تيتا عايزه اكل بيتزا، فلازم اعملها له عشان ما يزعلش. عملت عجنتها وخليتها لينه زي ما وريتها لكم، وهسيبها تخمر كده. خمرت ما عادتش ربع ساعه وخمرت على طول. اسخن الفرن حاجه بسيطه واحطها فيه بعد ما اعجن واغطي عليها، تاخدش ربع ساعه وتخمر. هدهن ايدي زيت عشان طبعا ده بصي لينه ازاي خالص. وهقسم الخليط ده او العجين ده على صينيتين. على صينيتين بيتزا، وقسمت العجين اللي عندي. وادي الجزء التاني من العجين. حط حبة زيت كده بسيطة على الوش هنا وهنا عشان اعرف افرد. هفرد الصينيتين عشان نحطوا الحاجات بتاعة البيتزا. سبتها تريح شويه ورجعت لها، وهو فردت التانية وبعدين رجعت لها تاني الاولانيه. كده فردت الصينيه على قد ما اقدر. ودي صلصه، ما كانش عندي صلصه بيتزا جاهزه، فضربت في الخلاط طماطمايه وبصلايه وحبه توم صغيرين وملح وفلفل وبهارات مشكله، وضربتهم مع بعض في الخلاط. طلع لي الخليط ده ريحته حلوه وطعمه حلو في الاكل، مش هيقولك لا يعني، مش لازم تسبكيه على النار. مستعجلين بقى ونخلص يعني. بس والله طلعت طعمها جميل قوي. دي الصينيه التانية، والصينيه الاولانيه هي كريمه اهي بتحط لي البسطرمه فوق على وش الصينيه. وهو بيحب يخش معايا المطبخ وبيحب يشتغل معايا. حطيت البسطرمه، وبعدين دلوقتي هنحط خليط ده طماطم وفلفل وجبنه موزاريلا وحبه زيتون. دي عملتها بالبسطرمه، والتانية عملتها بالجبنه والزيتون والطماطم والفلفل بس. لازم ايدي تخش معايا في كل حاجه. تقول له هتطلع ايه يا كريم؟ يقولك هطلع شيف. كده خلصنا الصينيتين وهنحطهم في الفرن. كده بعد ما طلعوا النور قاطع معلش، وما عرفتش اصور اكتر من كده. كده خلص الفيديو بتاعنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.